السلام عليكم، ورجعنا لكم بحلقة جديدة من المحمية. آسف على التأخير، هو جاي راسي ودنا مختفي شوي ماكو هسه أنشر، واليوم حبيت أصور لكم وخلنا ندخل على المحمية نشوف تطورات والإنتاج ونسولف شوية. طبعا نشوف البيت مالت الكورتية، طبعا الأفراخ وما شاء الله هاي أعمارهن، وطبعا أفراخ الكورتيات معروضات للبيع، وتقدر تواصلون على الحساب مال الانستغرام مكاني ام الداخلي. الافراح والكوكتيل جاهزات للذبح. طبعا كلش ناسي المبردة، ناسيها بدون ماي ومخاصرة الله بس هو، وصايرة حارة المحمية ومخليها تنترس. طبعا عندنا هاي هنا من البياضة مال، طبعا يا الله هاي طلعات الافراح مال الفناجس. والله تعال يعني ما اهتم للنهاية، ما ببالي يمهن طلعات ما منتبه عليهن بفضل الله. طبعا كلش غلط، نسيت المبردة بدون ماي وهسه طفيتها وجاية هسه طيور شوي كلش محترة وشغلتها هسه جاية تنترس ماي على مود اشغلها. كلش اسف يا حبيبات، خليت الجو اليوم عيش حار. ان شاء الله نعوض الأيام القادمة ما انساها. كل مرة انا اطفيها من اريد انام من بالليل، خلي واحدة بيها ماي اطفيها وعلى الصبح اشغلها لان بالليل الجو زين، بس هاي المرة كلش نسيتهن. طبعا عندنا ذا الافراخ ما شاء الله كبرن، صار حجمهن حلو. عندنا هاي النثية، عندنا هاي منتجة، عندنا هاي هم نثية ثانية ما شاء الله. هاي الوجبة صارت عندنا يمكن تقريبا 3 نثاية هذني فوق. هاي الفحلة هم الفوق بفضل الله. طبعا وهاي الصفحة خليت بيها كوارتين، خليت بيها كوارتين على مود البرودة تنحصر بهذا المكان، لأن من جاي تفتر البادكة جاي يطلع اللي هو اللي برا، فخليت هاي الكوارتين منه. أنا سديت الصفحة بكوارتين أحسن من اللايلون على مود من السموم، ويصير الجو هنا عفت شي مشان مبردة. وعندنا تنظيف المحمية هم راح انظف المحمية وراح اسويهن وجبة غداء وراح ابدلهن ماي والاكل هم. واليوم شوية الحلقة غير شكل. طبعا هذني عفتهن ما مجمتهن، وهسه جبت ماي بطالة ثلج وراح اخليهن على مود يعوضهن شوي على اللحورة. وهاي خليت البطالة مال الثلج احسن على مود شوي موعة والماي يبرد وتبرد المحمية، لأن خلينا بالثلاجة على مودي جمدا. خلينا هنا من أنا من أكمل وأنزل. وطبعا هم نترس المأكلية أكلها لقيناها بخلصة. طبعا هاي الخلطة من خلطة التراث، طبعا كلش بيها مواد هواي، بيها دخن أسود دخن أصفر وبعد هواي مواد. خلنا نترس هاي المأكلية ترستها وخلنا نروح نكمل في التنظيف. وهاي المحمية نظفناها، طبعا هاي الوساخة طلعت من عندها، وشغلت المبردة بعد ما ترستها ماي. خلينا نكمل تنظيف بعد ترتيبات. طبعا هاي ترستها المأكلية وخليتها. طبعا هذيك مالت الماي هم ترستها راح اجيب وحدة ثانية لان جاي تخلص بساعة بالصيف يعني ما تطول. انصحكم كل واحد عنده محمية هيك كبيرة يجيب فد 2 يخلي بيها احسن. بس اروح البصرة واجيب وحدة بعد، احتمال مأكلية هم اجيب بعد وحدة. وطبعا نخلي ماي بارد للطيور احسن لان شوي جو حار ومو مال ماي حار خليته. وطبعا نفس ما قلت لكم راح اجيب نفس هاي الخانة للجاوة. طبعا خلينا ننظف الجرارات مالتهن وسخات، وخليتهن ماي هم بعد بس انظف الجرارات واخليهن اكل. طبعا هاي الجرارات وسخات، وان شاء الله راح نجيب 3 جرارات نفس هاي، واحدة للجاوة وبعد جرارتين هنا. طبعا هو حاطين هاي الكالسيوم واحجار ملحية، طبعا هاي للخانات للجاوة ولطيور الحب. خليتهم هيك بالصعونة احسن من لما اجيب مأكليات صغار لان عنده بس كبار. وطبعا هاي هنا الكوكتيلات حطيت وجبة مال الحب، كل شي يحبن الحب.
الحب بس كنت تطونه هاي ما مستوي، تلقونه عند العطار تقريبا كيلو ب4000، فجاي سلسن بيه. خاصة هاي النثية والفحل عامود يزق نفاخ انهم ما يفيتهم، والصح كم تجيبونه. طبعا هاي الهاجرمات طبعا من خلطة التراث هاي وفتشي، هاي الكالسيومات اللي لطيتها لهن هم من خلطة التراث. هاي الحبيبات ان شاء الله على القريب نشوف خيرهن. وطبعا هاي الطيور تعودت علي، كان قبل تخاف، هسه انا هاي دي هل قاعد يمهن ومتعودات. الطير بس يتعود عليك بعد ما يظل يخاف، يظل ينزله لو حتى انت قاعد بصفن. هاي هل قاعد انا هنا وكلش. طبعا اعتذر صار هواي ما ناشر على اليوتيوب، طبعا شوي ماكو واهس وشوي هم مشغول يعني كلش. هم تجهيز طلبات عندي نفس ما تعرفون خلطة التراث، انا الوكيل هسه مالتها بالبصرة، هم تجهيز طلبات واي شي تحتاجونه من عندنا خلطات، مواد تحفيز 40 مادة. بعد خلطة التراث معروفة، فرات الصياد محمود عالم الطيور مستعملها وشايفين نتائجها، والله كريم. واي شي تحتاجونه موجود في حسابي على الانستغرام، وان شاء الله اخليه للاسئلة والاستفسارات. الكوكتيلات هاي ما جاي افكر اخلي المحمية بس كوكتيلات، الفناجل تعزلهن بوحد. والله ما ادري انتم شنو رايكم، اعطونا اقتراحاتكم شو نسوي ما نسوي. طبعا احنا هذا الزرع طبعا هم وجوا كنت نسقيهن. انا جاي اسقيهن باليوم مرة واحدة. احنا هذا زرعنا هاي حنطة زرعته، طبعا هنا خليت لها شبش لان الطيور جاي تاكلها، وخليت لهن حب شمسي للكوكتيلات، وخليت لهن خضرة كرفص وكلش يحبنها. طبعا هاي الفحل جاي ياكل الكرفص النثيم كانت تاكل، وكلش مفيد الخضروات خاصة بالصيف. وهسه شوي راح اسوي لهن بيض سلق وقرنابيط وشوف شنو عندي خضروات، وراح اسوي لهن وراح اخليكم اياهن بالفيديو. شوف شلون يحبون الخضروات، لان الخضروات شي بارد بالصيف وبنسبة مات. وطبعا هاي شوفوا هاي جرموات طبعا نزلن جاي ياكلن الكرفص اللي خليته لهن. هاي الحيوانات كلش يحبن الخضروات بالصيف، خاصة بالصيف. نسوي لهن وجبة اليوم، طبعا صار هواي ما نسويهن. هاي الوجبة كلش يحبنها جميع انواع الطيور، بيض سلق وجسر وحج احمد، جميع انواع الطيور ياكلنها. طبعا احنا خلنا نثرمهن بهاي الثرامل الكهربائية. ورا ما كملنا نطي الجاو وجبتها، ونخلي الطيور كوكتيلات والفناجل سمة. طبعا كلش يحبنها جميع انواع الطيور. وهسه شوفوا لاحظوا بالفيديو شلون يحبنها. تريدون تخلون بس قرناقيط هم تثرمونه بس جزر، يعني مو الا نفس هاي الخلطة. والتغذية هاي التغذية الصحيحة يعني فيتكم حتى بالانتاج بالزق مال الافراخ مالتهن، وكلش مفيدة نفس ما قلت لكم. وهذا النيل الهاجرموات بعدهن كل شي ماكو، بس مبينات من هاي الآثار جاي يدخلوا البقالة. طبعا يبدله ماي وأكل. وعندنا هنا الجاوة فينش، طبعا هم حلوات. وبعدني ما مخليها ببيت، خليهم بيت بياضة، هم نقصات أكل ومخلصات ماي. هذا اللي والله عشان ماي هاي ما بعد نسيت ما لغيتها. عندنا هاي البياضة هم البيضات بيها، خلينا نشوفها ما فوق السن. خلي شغل الله. هذا اللي بعت الخمس بيضات ما مفقسات. وطبعا هذا دجاج الكوشن مطلعه بالحديقة جاي يفتر. هسه خليت لهن وجبة جاي ياكلن. بس عندي هاي الاسود وبعد وحدة مدري وين هالبيضة مريضات. وطبعا عندنا طيور الحب، طبعا هاي كم بيضات بس تدخل البياضة
بس يوم جاي تدخل من هاي الفتحة الفوق، فمن توصل للبيض جاي الطكين وتكسر الحرامات، يعني البيض كيفن خربانات. هذا هي بيضة 4 بيضات. عندنا هذا الزوج نسيوا الفحل جاي يدخل البقالة، بس بعثن صغار تقريبا عمرهن 4 أشهر هيك. عندنا هاي الكواشن قلت لكم طلعهن برا بالحديقة، هم يرادنا تنظيف بيتهن، هم طيور راح احط لهن اكل واحط لهن ماي. ولهنا انتهت حلقتنا لهذا اليوم، ان شاء الله استمتعتوا بالحلقة. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ولايكاتكم، واي استفسار موجودين على الانستغرام او بالتعليقات.